اهلا بيكم في قناة اكلة وترويقة. تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة الفطير الشرقي. هنعمل الفطيرة الشرقي من غير ولا دقيق ولا خميرة ولا بيض ولا فرد بقى ولا عجن ولا اي حاجة خالص، بمكونات بسيطة جدا، ولا تعب ولا مجهود. فطيرة كده بجد خطيرة، طعمها رهيب، اقتصادية جدا وسهلة وسريعة وفي دقايق هتتحضر معاكي. طب احنا هنعملها بايه؟ هنعملها بلفة جلاش، اي لفة جلاش بقى عندك، متقطعة دايبة. هفرجك بقى على لفة الجلاش اللي انا عملتها بيها. لفة جلاش بجد دايبة خالص ومتقطعة خالص، والمفروض انها كانت هتترمي. عملت بيها احلى فطيرة شرقي، بجد خطيرة وطعمها جميل وعجبت الولاد جدا جدا. يلا بينا بقى نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وندخل على الطريقة على طول. انا هنا بقى معايا لفة جلاش. لفة الجلاش بتاعتي متقطعة خالص ومتهربدة كده بالشكل دوت. دي كانت عندي في الفريزر، جيت اطلعها عشان اعملها للولاد لقيتها بالشكل دوت. طيب انا اعمل فيها ايه؟ ارميها؟ لا طبعا، انا قلت ايه، استغلها واعملها كده فطيرة شرقي خطيرة بمكونات بسيطة جدا. والنتيجة بجد في الاخر طلعت هايلة وطعمها بجد رهيب جدا. انا هنا بقى جبت لفة الجلاش بتاعتي وقسمتها نصين بالظبط. هاخد النص الاولاني كده وهقطعه بالطريقة ديت، هقطعه كده بالسكينة عبارة عن شرايط بنفس الطريقة دي كده بالظبط. وهاخد برضو النص التاني وهقطعه. الطريقة دي سهلة معايا جدا، واسهل كمان لما تجيبي لفة الجلاش العادية وتفضلي بقى تدهني ورقة 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 بالسمنة وترصيها في الصينية وبتاخد منك وقت. لا بصراحة الطريقة دي سهلة جدا جدا، يعتبر في دقايق كانت الفطيرة جاهزة معايا. والصراحة كان طعمها اطعم من الجلاش العادي. هنا بعد ما قطعت اللفة بتاعتي كده كلها هبتدي بس ان انا ايه افكها من بعض كده. بص هي عبارة ايه عن شرايط وتعتبر ايه دايبة خالص معايا. قسمتها كده نصين كده، كل نص بعيد عن التاني. وجبت صينية بقى دهنها سمنة. هاخد بقى النص الاولاني من الجلاش واحطه كده في الارضية بتاعت الصينية بالطريقة دي. احطه كده عشوائي خالص. هرص كده الجلاش بتاعي كده كله. ادي كده الطبقة الاولانية. تعالي بقى للحشو بتاعي. الحشو بتاعي في الفطيرة ديت ملهوش قاعدة محددة، اي حشو انتي بتحبيه او متوفر عندك حطيه. انا هنا كان عندي فراخ عملتها شاورما كده بالبصل والطماطم والفلفل الالوان وايه، وشوحتها وايه، وقلت ايه احطها حشوة للفطيرة ديت. بس هي بصراحة اي حشوة تانية بتبقى جميلة. ممكن بقى تعمليها حشوة تونة، حشوة بيض كده شكشوكة عملتها قبل كده كانت جميلة جدا. لانشون، سلامي، ممكن حشوة جبن مشكلة بتبقى خطيرة برضو بالجبن المشكلة، او لحمة مفرومة كده متعصجة بتبقى برضو حلوة جدا. دلوقتي بقى انا بعد ما حطيت الحشوة بتاعتي حطيت كده طبقة من الجبنة الموتزاريلا، او ممكن اي جبنة عندك برضو، جبنة الرومي مبشورة تحطيها، اي جبنة عندك تحطيها، او لو ما عندكيش برضو مش مشكلة. حطيت كده الجبنة الموتزاريلا. وهاخد بقى الجزء التاني من الجلاش هحطه برضو فوق منها كده. كده تبقى الطبقة التانية انا هحطها فوق الحشوة بالطريقة دي كده بالظبط. والله يا جماعة طريقة خطيرة جدا جدا، لو جربتوها هتعملوها كده على طول. وهتتمنوا ان ايه، ان الجلاش، لفة الجلاش تتقطع وتبوظ منكم عشان تعملوها بالطريقة دي من جمالها. تعالي بقى ايه الاهم خطوة، التشريبة بتاعتنا. بص بقى التشريبة دي انا كنت حاطة فيها ايه، كنت حاطة كوباية لبن وكوبايه شوربه، وكنت حاطه حوالي 3 معالق من السمنه ومعلقه كده من البيكنج باودر وملح وفلفل اسود. ضفت عليها انا ايه بقى دلوقتي، ضفت عليها بضايه، وضفت عليها اختياري معلقه كده من القشطه فوق الوش كده بتديها دسامه. او ممكن لو ما فيش قشطه تحطي معلقه زبادي، او ممكن لو ما فيش مش مشكله. هي كده التشريبه بتاعتنا حلوه قوي قوي. بيض واللبن والسمنه وكوبايه شوربه كنت حطاها عليها، والبيكنج باودر بينفشها كده وبيديها بيخليها منفوشه كده وطريه وحلوه قوي، وملح وفلفل اسود. بس كده. انا نزلت بقى بالتشريبه بتاعتي كده على صينيه الجلاش بالطريقه دي، وحاولت ان انا ايه ادخل التشريبه من جوه واحرك الصينيه كده عشان تنزل على طبقه الجلاش اللي هي من تحت خالص. كده تمام. تعالي بقى ايه نشوف هنحط ايه فيها فوق الوش. انا هنا كان معايا بقيه الجبنه الموتزاريلا حطيتها فوق الوش. انت ممكن اي حاجه برضو متوفره، ممكن فلفل الوان، ممكن زيتون تحطيه فوق الوش، اي نوع جبن تحطيها. انا حطيت كده الجبنه الموتزاريلا وحطيت زيتون كده عليها بالطريقه ديت. انا هحط عشوائي باي طريقه كده عليها.
وممكن برضو لو الفلفل الالوان معاها تضيفيه، بتبقى جميل جدا. رصيت الزيتون بالطريقه ديت. والخطوه بقى اللي انا بحبها جدا رشه الحبه البركه. بحب ارش في المخبوزات بتاعتي حبه البركه كده فوق الوش، بتدي ريحه المخبوزات كده وبتبقى بجد خطيره. او ممكن رشه سمسم او اي حاجه عندك، لو مش بتحبيها حتى ممكن، مش مشكله. بس هي بتدي شكل حلو قوي وريحه كده جميله جدا لما بتطلع من الفرن. انا بقى كده الصينيه بتاعتي بقت جاهزه خلاص. خدتها حطيتها على الفرن في الرف الاوسط، ولعت عليها من تحت. واول ما لقيتها اتحمرت من الجناب، رحت مولعه عليها الشوايه. واول ما خدت اللون الجميل ده طفيت عليها. طالعه بجد طريه كده، واخده طبقه قرمشه من فوق، وخطيره متماسكه كده مع بعض. بجد فطيره خطيره جدا جدا ومش مكلفه خالص. وتعتبر اقتصاديه، ما كلفتنيش حاجه يعتبر خالص. لفه جلاش كانت هتترمي، استغلتها وعملتها الفطيرة الجميلة ديت اللي بتتباع بره غالية جدا جدا. تعالي بقى نقطع الفطيرة بتاعتنا الخطيرة ديت. انا قطعتها كده بالطريقة دي، بجد الريحة خطيرة. وانا بقطعها كده بجد وهي في الفرن اساسا ريحتها بجد خطيرة. تعالوا بقى هنا كده شوفوا شكلها من جوه. حلوة جدا جدا بجد، هايلة هايلة قوي قوي يعني. والله واخده طراوه كده، طريه كده وجميله، احسن من الفطير اللي بيتباع بره كمان. وعلى فكره تنفع جدا كمان لللانش بوكس للولاد وهم رايحين للمدرسه، هيحبوها جدا. بصوا بقى طالعه عامله ازاي من جوه، الحشوه خطيره. الجبنه كده فيها بجد سايحه وحلوه قوي قوي قوي. يلا بقى ما تنسيش تحط لنا لايك للفيديو، ونورنا بالاشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم فيديوهاتنا الاقتصادية وعلى قد الايد. ما تنسيش بقى اللايك والاشتراك. مع السلامة.